اليوم كامل فوطاو في الدار باش ندير لهم بيتزا كاري صوص بلونش، وكي داقوها يندمتي حلفوا ما يزيدوا ياكلوها برا. وسورتو لاباط جات خفيفه كي القطن وكروستيونت من برا. ونجديروا لا غوسيت باش تجربوها وما تنساوش ديروا في ريسيبيون. عندي كاس حليب بيكون دافي، مغرفه كبيره خميره، مغرفه كبيره سكر، كاس تاع فرينه، نخلطوهم مليح، نغطوهم بابي فيلم ونخليهم يريحوا 10 دقائق. وللتزيين عندي شامبينيون مع دجاج مقطع اللي راني نقليهم في الزبده. بعد ما جازوا 10 دقائق زدت لها 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون، حبه بيض، مغرفه كبيره تاع الخل، الكاس الثاني تاع الفرينه اللي درت فيه مغرفه صغيره تاع الملح، ورشه تاع خميره كيميائيه. خلطوهم مليح وتبداو تزيدوا الفرينه حتى تحصلوا على عجينه تكون تتلاصق في اليد. عجنوها بهاد لي كروشي 5 دقائق ولا بالبيتر. انا عجنتها 5 دقائق في البيتران، شوفوا كيفاش ولات ليليس. غطوها وخلوها تخمر ساعه. للصلصه البيضاء عندي كاس تاع كريمه سائله، وزيدوا لها قطعه تاع جبن. انا استعملت كويستو تاع تارتينو، وباش نزيد لها بن على بنه زدت لها واحد سلايس هذا تاع تارتينو. هنا ردوا بالكم ديروا الملح، نكوها بشويه فلفل كحل، اعشاب عطريه وشويه تاع توم بودره، وخلطوا كلش مليح ولاصوص تاعنا راهي واجده. بعد ما جازت ساعه نديكازي لاباط ديالي، ومن جهه راني مشعله الكوشه تسخن مليح. وشوفوا من الاسرار اللي تخلي لاباط تاعكم طيب بيان هي الكوشه تكون سخونه مليح. دخلوها 10 دقائق 20 دقيقه ماكسيموم، خرجوها. هنا حليت لاباط رقيقه حلوه رقيقه قد ما تقدروا. حدي لكم 2 سنيوات هاد الكميه. التزيين كيما تحبوا ديروا طون، تحبوا ديروا بولي فومي كيما حبيت، غير تشوفوها تحمرت من تحت طفوا عليها، وهذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. وما تنساوش تابونيو الصفحه.